السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل صينية البطاطس الجميلة دي. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا في طاسة هتحطي اي مادة دهنية انت هتشتغلي بيها. حطي سمنة بالمساحة. هنحط عليها الفراخ تاخد صدمة. انا عايزاها تاخد صدمة، وكمان هتخش في السوا شوية عشان البطاطس ما بتاخدش سوا على النار. منها تاخد صدمة ومنها تستوى شوية كده. هنحط البطاطس على الوشين تتحمر تحمير كويس. على فكرة الموضوع ده ممكن تعمليها في الصينية على البوتاجاز من فوق وخلاص يبقى كده اتحمرت. بس انا برضو هحطها في الفرن كلها مع بعضيها. هنرش عليها محبة ملح وفلفل وهنقلبها على الوشين لغاية لما تتحمر وتبقى كويسة. هنا بقى هنجيب قبل ما تتحمر الوش تاني هنجيب الخضار اللي احنا بتاعتنا احنا هنعمله، هو بطاطس وطماطم وبصلايه وقرن فلفل كوبي. هتخرطي البطاطس، هو طبق واحد كده هو كبير يكفي غدوة وخلاص على كده. حطينا البطاطس هنخرطيها بالشكل ده وهنحملها مع البصل هتخرطيه. كل حاجة هنخرطه كده، مش هنعمل حاجة في الخلاط، كله سريع وكله ني في ني غير الفراخ. خرطت البصل كده اهوت. هتدعكيه بحبة مية وملح، عفوا ملح وفلفل. هنحطه على البطاطس كله، هنحطه على بعضه. صينية البطاطس دي من اسهل الاكلات، يعني لما بكون مستعجلة عايزة حاجة تخلص بسرعة بعمل صينية البطاطس دي. بعملها على البوتاجاز اسرع كمان من الفرن. والطماطم برضه هندعكها عشان انا مش هحط صلصة، وانا عايزة الطماطم هي كده بس، مش عايزاها متحمرة كتير، يعني مش عايزاها حمرة كتير، مش عايزة فيها صلصة كتير. هنحط الطماطمية التانية وهنخرط قرن الفلفل برضه. بسرع الفيديو عشان ميبقاش طويل عليكي وتتضايقي. يا ريت بقى تعملي لي لايك وانتي تتفرجي عليا كده اهوت. قلبتها. هنحط عليها حبة البهارات بتاعتنا. هنحط لها ملح وفلفل وبهارات فراخ وحبة صغيرين من حبهان ولا قرورة مطحونين كده اهو. الفراخ بتاعتنا هنقلب الطاجن وهنحط الفراخ من تحت. هنحطهم بقى، نحط لهم حبة مية وهحط لها التوم بس ما بانتش في التصوير. حطيت لها معلقة تومة وهنحط لها حبة مية ونحطها في الفرن ونغطيها ونحطها في الفرن كده. بعد ما طلعت من الفرن بس متحمرة تحفة، طعمها وريحة جنان.